السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. والدرس ديال اليوم في قناتي التعليميه قناه ام بدر للتعليم الرانده. اليوم غنخدم معكم واحد الموديل ساهل وخفيف بالنسبه للمبتدئات، ان شاء الله تطبقوه ويعجبكم ويجيكم ساهل. المهم هذا هو التطبيق ديال اليوم. هابطه خفيفه بربعه الغرز سامبل، والزواق ديالها حتى هو زوين وخفيف. غنوري لكم ان شاء الله وغنبداو على بركه الله. انا راني باديه في الموديل. بسم الله. ناخذ غرزه في الثوب، اعتبروا هذه هي البدايه. غتاخذوا هكا الخيط في اول البديه ديالو، كتضربوا الخيط غرزه هنا. المهم ملي كديروه هكا كتعمروا على هذا الخيط ربعه الغرز صافي، هما اللي كتبنيو عليهم الغرز، كتبقاو غاديين طالعين عليه في الخدمه ديالكم. المهم انا وريتكم غير البدايه كيفاش تكون، انا غادي نكمل معكم الخدمه. بسم الله. اول غرزه، ثانيه، ثالثه، والغرزه الرابعه. ناخذ غرزه في الثوب الاولى، الثانيه. المهم الموديل راه ساهل بزاف بزاف. ما نكثرش عليكم الهضره فيه بزاف. المهم نخليكم تشوفوا الخدمه كيفاش دايره وانتم طبقوه. المهم انا اللي غنركز لكم عليه هو زيروا الغرز مزيان باش تجيكم الخدمه مجموعه وزوينه ومتقونه. الدقات في الثوب يكونوا مقادين غاديين على نفس القياس، ما يجيكمش وحده خارجه وحده داخله. هادو هما اللي كيخليو الرانده كتجي زوينه وكتجي. الا كان الدقات خارجين من الثوب وحده داخله وحده خارجه كتجي الخدمه عايبه، ما كتجيش زوينه في الشوفه ديال. المهم انا غنكمل معكم الخدمه وانتم طبقوا الموديل غيجيكم زوين. الخوالط هذا دافع في الثوب كنخدم عليه. كنبقاو مكملين عليه هكايا تتكملوا الهبطه كامله ديال الجلابه ولا ديال الكندوره ولا خيطين خفيف للمناسبات. راه كتجي زوينه بزاف. دائما الخيط على شكل عقده. ملي كنكون غاده في هذا الاتجاه كنخلي الخيط عندي هكا داير، دائما ندخل الابره من التحت هكا على شكل عقده.
بالنسبه للمبتدئات اللي ما عندهمش المرمى. غنوريكم الزواق غير بايدي. كناخذوا دابا هذه هي الخدمه عندي هنا، نثبت الثوب بواحد البرا. عندي الموديل هو هذا، كنبدا عندي هنايا الغرزه الاخرى هنا في الثوب، غنخلي وحده، غنحسب وحده جوج ثلاثة أربعة، حيت غنهز انا هاد ثلاثه الغرز، وحده جوج ثلاثة. هنا غنعاود نطلع الابره فوق من هاد الخويط هذا في هاد الغرزه هذه. هاي غنعاود نهبط لهاد الغرزه هذه، نحسب عاوتاني وحده جوج ثلاثة، ونعاود نطلع فوق من هذه. هاي هنا، نتمنى يكون الشرح واضح. غنهبط عاوتاني لهاد الغريزه، نحسب تاني وحده جوج ثلاثة هنا، ونطلع في هذه فوق من، دائما كنفوت هاد الخويط هذا بغرزه. هنا غنهبط عاوتاني لهذه ثلاثة، نهز بغرزه فوق منها. انا كنقول بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش يلا مبتدئات وما عندهمش المرمى، انا عندي المرمى ولكن كنحاول نبسط لكم الطرز باش يجيكم ساهل. عاوتاني غنخلي هنا ادور راس الاخر ديال الغرزه اللي طلعت منها الخيط، نخلي وحده جوج ثلاثة أربعة، نطلع الابره هنا، غندخل الابره من هنا نطلعها هنا، حيت غنهز ثلاثه الغرز عاوتاني وحده جوج ثلاثة، غنعاود نطلع الابره هنا، نهبطها في هاد العوينه هذه، نطلعها. دائما كنفوت الخيط اللي مطلعاه في اخر مره بغرزه هكا، نعاود عاوتاني نهبط هنا، ديما نحسب وحده جوج ثلاثة، نطلع الابره هنا، ديما نفوت الخيط بغرزه، عاوتاني ثلاثة، نطلع الابره هنا. ساهل، غير اللي ما بغاش يطبقوا كيجي زوين. عاوتاني ثلاثة، نطلع الابره هنا الفوق، ديما ملي كنكون هابطه كنقص بغرزه وكنطلع بغرزه اخرى. عاوتاني غنخلي وحده جوج ثلاثة أربعة، نطلع الابره هنا باش نبدا اتجاه الاخر، حيت غنهز فيها ثلاثه الغرزات. عاوتاني وحده جوج ثلاثة، نهبط الابره من هنا نطلع هنا، دائما لتحت كنقص بغرزه والفوق كنطلع بغرزه باش كيجينا على شكل مائل. صافي، ونهبط عاوتاني نفوت تاني بربعه الغرز، نطلع الابره هنا، ها هما وحده جوج ثلاثة، والرابعه كنخليها ما بين الطرزه والطرزه. دائما في الحساب واحد جوج ثلاثة، ديما نخلي واحد ثلاثه الغريزات باش كيجينا الزواق مقاد. عاوتاني نهبط بثلاثة، نطلع الابره الفوق، عفوا صافي. هذا هو التطبيق ديال الطرز ديال اليوم. عاوتاني هذه هي اخر وحده، كنحسب عاوتاني وحده جوج ثلاثة أربعة، ونطلع الابره في العوينه الرابعه. ها هي وحده جوج ثلاثة أربعة، غنهز ثلاثه الغرزات، وحده جوج ثلاثة، نطلع الابره هنا، نهبط عاوتاني بثلاثه الغرز، نطلع الابره هنا، عاوتاني ثلاثة، نطلع الابره هنا، عاوتاني نحسب وحده جوج ثلاثة أربعة، نطلع الابره هنا، نبدا الزواقه الاخرى،
ودائما نفوت الخيط بغرزه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التطبيق ديالنا ديال الدرس ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. جا زوين وخفيف سامبل، بالنسبه للثوب يكون حتى هو خفيف صيفي ولا المهم كيجي فيه زوين. نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى تطبقوه ان شاء الله. خليتكم على خير.